إطلاق النسبي مع إرادة الهيمنة أيها الإخوة ينتج لنا صيغة تربوية مخيفة داخل الطوائف، داخل الأحزاب، الحركات، التنظيمات، داخل الأصولية، داخل النسق الأصولي، صيغة مخيفة تربويا تعمل على ماذا؟ تعمل على تحويل البشر إلى آلات instruments، آلات. البشر مش آلة يا أخوي، نحن لسنا حجرا، حتى النبات مش آلة، انتبه. أنا أقول لك في بشر النبات لسه أحظى بالوجود منهم، تعلقوا بالوجود أكثر من هؤلاء البشر، لأن هؤلاء انحطوا إلى رتبة خشب أو حجر أو حديد، قطعة سكين، رصاصة في بندقية، بندقية في يد مجرم. هؤلاء تخيل أنت بشر خلقه الله ليكون خليفة الله في الأرض، مش آدم خليفة فقط، أنت خليفة، أنا خليفة، هي خليفة، كل واحد فينا خليفة. قال جعلكم خلفاء الأرض، كلنا خلفاء، لتكون خليفة معنى خليفة عن الله، إنك تعكس الغاية الإلهية في الخلق. يا الله، أي غاية؟ يقول لك غاية إيه؟ إيش الغاية؟ أنا ما بفهم الغايات. هاي كمان نفتح قوسين مشكلة من مشاكل الأصوليين. الأصوليون عموما، مش فقط الإسلاميون، عموما لا يحبون أن يعرفوا الأمور بغاياتها أولا، بخلوا الغايات متأخرة شوية، إلا بمقدار ما يقوم بمهمة الحشد والتجميع، غايات تجميعية. لكن الغايات الحقيقية لا يهتموش بها، يقدمون دائما ماذا؟ الوسائل. أنا أقول لكم تقديم الوسائل قبل الفصل في تحديد الغايات، ما هي الغايات بالضبط، يعني مرة أخرى عاشرة الكارثة، كارثة حقيقية. يعني لكي أوضح لكم، اليوم الأصولية الإسلامية تعتمد مفهوم الجهاد حيا على الجهاد. إحنا من أكثر الناس اللي بنحيي الجهاد وبندعم الجهاد، بس الجهاد بأي معنى؟ في جهاد له معنى معين، وفي جهاد بمعنى آخر. إحنا الجهاد الذي نؤمن به بعد القراءة والاطلاع والترجيح والتعب والسهر، ما آمن به مئات من الفقهاء المعاصرين وعشرات من الفقهاء الغابرين. وعلى فكرة، وهو رأي المذاهب الثلاثة، إذا أخذنا المذاهب السنية الأربعة، هو رأي المذاهب الثلاثة خلافا للشافعي. نحن لا نجاهد الناس من أجل عقائدهم أبدا. الشافعي غلط وقال لا إحنا بنقاتله عشان نكافر، هذا كلام فارغ، حقيقة كلام فارغ، وأدلة ضعيفة جدا جدا جدا، الأدلة أكثر من أن تذكر. نحن لا نقاتل الكافر لأجل كفره، لو بنقاتل إحنا الكافر لأجل كفره حيرتفع مفهوم ماذا؟ جزية. فيش جزية، يا بتسلم يا تقتل، صح ولا لا؟ طب ليش بعطي الجزية لكل كافر؟ وقلت لكم في خطبة سابقة رأي جماهير العلماء أن الجزية تقبل من كل كافر، من عابد الصنم والوثن، من كله، مش من اليهود والنصارى. وهذا رأي جماهير العلماء، واضح؟ طيب، فإذا احنا لا نجاهد من أجل تغيير عقائد الناس، غلط. الأصولية تحب هذا، لا من أجل تغيير عقائدهم، لأنها إطلاقية، بس عقيدة واحدة صح والباقي كله غلط، ينمسح، يطمس. احنا بنقول بنجاهد الناس من أجل رد عدوانهم. طبعا في فكرة ثالثة طلع لنا فيها مين؟ المرحوم أبو الأعلى المودودي، وتلقفها الشهيد سيد قطب، وكتبوا عليها كلاما طويلا، وفي نهاية المطاف هي فكرة لا تصح، مش حصفها بأكثر من هيك، لا تصح، ليس لها أسس راسخة يمكن أن تدفع عنها. إيش هي؟ إحنا ما بنقاتل الناس من أجل كفرهم، ولا بنقاتلهم برضو من أجل رد عدوانهم. مشروع طبعا عندهم، عند المودودي سيد قطب، المعتدي يرد عليه، بس هدف الجهاد الإسلامي الحقيقي نقاتل الناس لكي نتأمر عليهم. أنا أعطوها بصيغة هيك دايركتلي، يعني بشكل مباشر، نقاتل الناس لكي تكون لنا نحن أمة التوحيد السلطة عليهم، وبعد ما نتسلط عليهم ونهيمن عليهم. لذلك تقول لي أيوة، من هنا جذور الأصولية الإسلامية المحدثة هذه عند المودودي وعند قطب، بالضبط جذورها عند هذول الاثنين رحمة الله عليهم وغفر الله لهما وعفى عنهما. قال لك إحنا بنجاهد عشان نتسلط على الناس، نفرض السلطة عليهم. بعد أن نفرض السلطة سنعامل الكل بعدل، اللي يحب يبقى على دينه يبقى على دينه ويدفع لنا الجزية عن يد وهو صاغر. هذه أيضا نظرية ثالثة ولكنها لا تصح. أنت الآن تعال شوف، عاد أصولي لا يحقق هذه المسألة بالمرة، ويفترض أن الجهاد مراد لذاته، غاية. طب الجهاد وسيلة ولا غاية؟ واضح أنه وسيلة، عمره ما يكون غاية. الجهاد عمره ما يكون غاية، وسيلة من الوسائل. طب ما هي الغايات؟
هو لم يبحث المسألة على هذا النحو، على هذا الترتيب، لأن عقلية الأصول لا تقدم الغايات. أنا أقول لك المسلم الحق يطيل التفكير والنظر والتحقيق أولا في تعريف وتحديد الإسلام، definition يعني تحديد الإسلام بغاياته. بعد أن يفرغ من هذه المهمة أنا أقول لكم سيرى أن الوسائل تتنزل تقريبا تلقائيا في أماكنها اللائقة بها، نظرية متكاملة سهلة جدا، وينتج لك إسلام كما أراده الله. هنا أنت تحقق غاية الله في الخلق. وأختم بجملة، ما هي الغايات العليا والبعيدة للإسلام؟ لأن هذا الإسلام كما عبر القرآن العظيم دين عالمي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لو سألت نفسك ما معنى هذه العالمية؟ كيف الإسلام دين عالمي؟ الأصولي الذي قدم الوسائل على الغايات يقول لك دين عالمي بالمعنى المودودي والقطبي، دين عالمي بمعنى أنه يقهر الناس بقوة السيف ويسود على العالم، يخضع العالم، وبعد أن يخضع العالم يتعامل معهم وفق قيمه الخاصة، وهي قيم عادلة، قيم عدالة، يترك الناس وما اختاروا لكن بشروط كما قلنا دفع الجزية، دخول في الذمة، هكذا. هذا كلام غير صحيح يا إخواني، هذا الكلام لا يمكن أن يكون صحيحا. لماذا؟ لأسباب نظرية قرآنية كثيرة المعنى إليه في عشرات الخطب تؤكد أن مبنى الدين، مبنى الأمر كله، مبنى الإنسان على الحرية. الله شاء قدرا أن يخلق الإنسان ليكون ماذا؟ حرا في أمره كله، في أمره كله. طبعا في استثناءات وأشياء توظف هنا. فهذا المنطق مبني على منطق إكراهي في الأول، منطق إخضاعي، منطق إخضاعي. وإذا استذكرنا جيدا أن الرسول لم تجعل له صلاحيات الجبروت وأنت عليهم بجبار، ولا صلاحيات الهيمنة والسيطرة والإكراه. إذن ما معنى عالمية رسالتك يا محمد صلى الله عليه محمد وآل محمد؟ أنت ما بتكره، أنت ما بتسيطر، أنت ما بتتجبر على الناس، أنت ما كذا. طب كيف رسالتك عالمية؟ أنا أقول لكم الآن لم يبق من معنى لهذه العالمية والله أعلم إلا أن يكون أن هذا الإسلام إذا أحسننا عرضه، ولا يمكن أن نحسن عرضه إلا بترتيب الأولويات، بأن نحدده غائيا أولا وليس وسليا. نشوف إيش غايات الإسلام، إيش الأهداف العليا للإسلام، ونعرف بها ديننا، ونعرف بها. إذا فعلنا هذا يحتاج طبعا تفصيل كثير جدا. إذا فعلنا هذا أنا أقول لكم النتيجة ما هي؟ النتيجة أنك تقريبا ستلفي معظم البشر الآن وفي الآنات المنصرمة المنقضية وفي كل آن يأتي يقول لك حي هلا بهكذا دين. هذا دين لا يرفض، هذا دين لا يرد، إلا الذين سيرفضونه كما قلت لكم أيضا تبعا لأصوليات منغلقة وفيها إرادة ماذا؟ الهيمنة، وتحاربه بإطلاقيات زائفة، تألهيات زائفة. أما البشر الأحرار كما هم كبشر هيقول لك حي هلا بهذا الدين. من هنا عالميته، العالم سيقبله، يقول لك أبدا هذا ليس فيه ما يرفض، أهلا وسهلا بهذا الدين. هل فعلنا؟ أنا أقول لكم ما فعلنا. هل لدينا الآن نية أن نفعل هذا بهذا الشكل الواعي المدرك؟ هذا في غير حسابنا، هذا خارج المفكر فيه لحد الآن، خارج المفكر فيه لحد الآن، لأننا لا نرى أولوية فعلا لعرض الإسلام أو لتحديد الإسلام غائيا. وبعدين نبدأ نتحدث عن الوسائل. على فكرة هذه مقاربة أصولية لتناول الأحكام الإسلامية كلها، بل حتى العقائد الإسلامية، لتناول جملة الإسلام وتفاصيله من زاوية جديدة غير الزوايا المقاصدية المعروفة. ما رأيكم؟ زاوية التحديد الغائي، التحديد الوسلي للدين، لهذا النظام، نظام البليف ونظام القانون أو